بابا كيحماق على الحوت، هادشي علاش وجدت ليه هاد الحوته اللي كتجي بنينه بزاف بصلصه ساهله والمذاق ما غاديش تشبعوا منه. ضروري ما خاصكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. اول حاجه في واحد الزلافه كندير القزبر ومعدنوس كيكون شويه كثير، كنضيف معاه شويه ديال الكرافس وكنضيف معاه الثومه اللي كتكون محكوكه، الحامض مصير والتوابل اللي غنخليكم مكتوبه لتحت، والزيت البلديه ولا صوص طوماط اولا اللي دايره غير 2 دراهم ونص. بنينه بزاف، كتعطينا واحد التعليكه وواحد المذاق لهاد لاصوص خطير بزاف، موجود عند المولين الحوانت. كنخلط هذيك الشرموله ديالي وكندوز ناخذ هنا الحوته كنفلحها وكنبدا ندهنها كامله بهذيك الشرموله، حتى ما كنخلي حتى شي جهه اللي خاويه باش كيدخل ليا معاها هذيك الشرموله. صافي كنخلي هنايا واحد شويه اللي غادي نخدم به من بعد، وكناخذ الحوته ديالي كنديرها في لاطه بطبيعه الحال اللي كنكون مفرش ليها بابي كويسون وكنغلفها مزيان بهذيك البابي كويسون. كندير الاول كيف كتشوفوا كنتنيه وكنعاود واحد اخر وكنعاود نلففها مزيان وكندخل الفران ضروري خاصو يكون مجهد. وكندوز ناخذ واحد المقيله كندير فيها المطيشه اللي كتكون محكوكه وهذيك الشرموله اللي بقات ليا، وكنضيف لاصوص طوماط اولا اللي قلت لكم راه موجود عند المولين الحوانت، كدير غير 2 دراهم ونص، كتعطيني واحد المذاق زوين بزاف. كنزيد معاه شويه زيت البلديه، وهنايا درت واحد التشكيله ديال السمك اللي كناخذها من لي غون سورفاس، كنضيف معاه شويه مليحه وشويه هكا ديال الثومه بودره وواحد ورقه سيدنا موسى، وكنخليها حتى كطيب. كنضيف عليها واحد شويه الماء وكنخليها كطيب على خاطرها. هنايا بالنسبه للحوته صافي هنا وجدت ليا، خديت الطبسي اللي غادي نقدم فيه، صافي حطيت فيه الحوته ديالي. واخا هذاك الماء تقدروا ديروه مع لاصوص كيف ما تقدروا تخليوه بحال هكا كيف ما درت انا. خديت هذيك لاصوص ديالي من بعد ما طابت ليا ودغمرت ليا، درتها حتى هي هكا من الجناب، زينت بشويه الحامض من الفوق. وبالصحه والراحه جربوها وردوا لي الخبر.